هل انا لازم أن يبقى عندي في دماغي مخيله ان انا لازم أنا انفصل في يوم من الايام وعندي كيان، ولا ممكن لو انا في مكان كومباني مثلا عطيالي وضعي ماديا مرتاح، الناس مقدرني، هل لازما برضو ولو ده موجود انت لازما، هل انا عايز ازاي اتعامل مع نفسي اجمع بين الفكرتين دول ازاي؟ مش النجاح انك يكون عندك اون بيزنس خالص نهائي. امم. النجاح ان انت يكون عندك تحقيق ذات. النجاح ان انت يكون عندك حريه ماليه حققتهم وانت انتربرينير او عندك شغل خاص زي الفل، حققتهم وانت عضو في شركه زي الفل، مفيش مشكله ممتاز. خالص. شركه بتكبر وانت بتكبر معاها وانت مرتاح ماديا وعندك لايف بالانس وعندك وقت لاولادك ولصحتك ولكل حاجه وانت ساتسفاي لحد اللقطه دي، لا كمل. امم. ايه المشكله؟ تمام. مش شرط النجاح مش مرتبط خالص ان انت يكون عندك اون بيزنس او عندك شركه خاصه اطلاقا نهائي. امم. انت ليك وظيفه، كل واحد مننا نازل وفي جيبه رساله، خلاص الرساله دي مكتوب فيها تعمير. ممكن تكون دي المنطقه بتاعه التعمير اللي انت موجود فيها. لو مش فيها، لو انت مثلا مش مرتاح ماديا، مش مرتاح كوقت، ما بتحبش شغلك، فكر بقى، مش دي النقطه اللي انت ربنا مش منزلك عشان يعذبك. تمام. في منطقه تاني انت المفروض تفكر هتدور عليها عشان تعمر فيها، خلاص لحد ما تلاقي المنطقه اللي هتعمر جواها. هي دي خلاص منطقه التعمير، توكل على الله بقى واشتغل. ارتحت فيها وانت موظف زي الفل، ايه المشكله؟